عالقة هي صيدا بين الرقص وعدمه. فعلى خطى معظم البلدات والمدن قررت اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية إحياء مهرجان سياحي بالتعاون مع البلدية يضم حفلتين موسيقيتين للفنانين نانسي عجم وجيما نوكيون. إلا أن عددا من الصيدويين الذين لم تعرف الجهة التي تقف خلفهم بعد أطلقوا حملة توقيع عريضة بعنوان صيدا لن ترقص للمطالبة بإلغاء المهرجانات، فوصل عدد المعترضين فيها حتى الساعة إلى 478 شخصا فقط لا غير، قد لا يكون جميعهم من صيدا. وكتب المعترضون على صفحتهم رسالة إلى منظمي المهرجان ورعاته بأن صيدا المسلمة مدينة الكرامة والغيرة والجهاد، مدينة الطيبة وصلاة الفجر جماعة، لن تقبل بمهزلة الحفلات الغنائية التي تخفي الفساد. فإلى ما ستؤول الأحوال؟ صيدا لن ترقص، مين عم يقولون الرقصوا؟ يعني مهرجان طبيعي وعادي، وصيدا معروفة من عشرات السنين انه هي اهل للمهرجانات كلها. انا مش عارف لشو عم يقوم الضجة هاي، شو اللي يعني شو في مانع انه تيجي سهرة موسيقية محترمة عم يعملوا دعاية للمهرجان من غير ما يعرفوا. المهرجان ماشي وصيدا ستفرح، مش حترقص. صيدا ستفرح وكل واحد يعني بيبغي الشر لهالمدينة الله بده يخذله. من جهتها أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا رأت فيه أن هذه المهرجانات ليست الطريقة المثلى والوحيدة لتنشيط عجلة الاقتصاد كما يدعي المنظمون، بل هي هروب إلى الأمام. وتابع البيان: بما أننا لسنا السلطة التي تمنح أو تمنع إقامة أي مهرجان، وإيمانا منا بالتنوع والتعددية الفكرية والثقافية في صيدا، نرى أنه من حق الآخرين ممارسة قناعاتهم بما لا يؤثر على الطابع المحافظ لصيدا التي نحرص عليها. بيان الجماعة الإسلامية أصلا يعني قالوا لي يا شفهي قبل ما يطلعوه بيوم حتى إنه هن يعني عندهم تحفظ وكل واحد حر في هالمدينة، فأنا أحترم رأيهم وبالعكس يعني اللي قالوه زي ما قلت لك يعني كل واحد حر بنفسه، إنما هم ما حيعملوا أي شيء يضر في المهرجان. بين هاشتاج صيدا لن ترقص في العالم الافتراضي وبين صيدا ستفرح واقع يزكي شعار صيدا لوين.